هل يستحق بالليلي ونيمار فرصة أخيرة أم أن العاطفة تخدعنا؟ نيمار وبالليلي خارج المونديال، الكابوس الذي كان يخشاه عشاق البرازيل والجزائر بات أقرب للحقيقة. كل المؤشرات تؤكد أن عودة يوسف بالليلي هذا الموسم شبه مستحيلة، وإن حدثت فبعيدة تماما عن نسق المنافسة، وبالتالي خارج حسابات فلاديمير بيتكوفيتش. أما نيمار، ورغم الضغط الجماهيري الهائل جاء رد أنشيلوتي واضحا: لكل رأيه وأنا صاحب القرار. هنا يبدأ الصراع الحقيقي بين العقل والقلب. لاعبان صنعا لحظات لا تنسى ويحملان علاقة عاطفية استثنائية مع الجماهير، ولو كان القرار بيد الشارع لكان في القائمة بل في التشكيلة الأساسية. لكن السؤال الذي لا مفر منه: هل المونديال يلعب بالعاطفة أم بالجاهزية؟ في كرة القدم الحديثة لا مكان للماضي، والاسم وحده لم يعد كافيا. استدعاؤه ما قد يكون جميلا عاطفيا، لكنه مخاطرة رياضية. لو كنت مكان فلادو وكارلو، ماذا ستقرر؟